السلام عليكم. النهاردة معانا موضوع حقيقي مهم لكل واحد بيفكر يستثمر، سواء في شقة، محل، أرض أو في الأسهم. يا ترى الاستثمار في العقار أحسن ولا في البورصة؟ طيب، احنا هنا هنعمل مقارنة بسيطة بين الاتنين بلغة أي حد يقدر يفهمها، وهنشبه السهم بالعقار ونشوف الفرق في العائد وسهولة البيع والمخاطرة، وناخد جولة سريعة كده بالأرقام، بالمميزات والعيوب، وفي الآخر هسيبك تختار بنفسك الأنسب ليك. عارف ليه الناس دايما بتحب تحط فلوسها في العقار أول ما بتفكر تستثمر؟ ده عشان العقار أصل. يعني إيه أصل؟ الأصل هو الحاجة اللي أنت بتشتريها وبتحتفظ بيها، ممكن يكون شقة، ممكن يكون قطعة أرض. عشان كده العقار واضح كأصل، شقة أو أرض بتتسجل باسمك، فالعقار يعتبر أصل ثابت مادي ملموس. طيب، هل السهم نقدر نعتبره أصل؟ أيوة طبعا، حتى لو ورقي، لأنه شهادة ملكية في شركة مدرجة في البورصة. لأنك لما بتشتري سهم في شركة أنت بتكون شريك فيها بنسبة عدد أسهمك، ليك نصيب في الأرباح وليك حق في ملكية الشركة دي. طيب، إيه اللي بيحصل لقيمة الأصل؟ في العقار سعر الشقة أو الأرض غالبا بيزيد مع الوقت حسب المنطقة، العرض والطلب، أو المشروعات الجديدة اللي حوالين العقار، بس في الأغلب بيزيد. في الأسهم قيمته كمان بتزيد أو تقل حسب أرباح الشركة ونموها والمنافسة في السوق، وطبعا العرض والطلب. وأنا معاك في النقطة دي، العقار يكسب لأنه في العادي سعره بيزيد، إنما في أسهم البورصة ممكن السعر يقل. تمام، تعالى نتكلم في حاجة مهمة وهي العائد. والعائد هو الفلوس اللي بتجيلك من الأصل ده وهو معاك من غير ما تبيعه. في العقارات العائد هو الإيجار. عندك شقة بتأجرها ب3000 جنيه في الشهر، يبقى في السنة ب36,000 جنيه. لو الشقة ب500,000 مثلا، يبقى العائد السنوي 7%. طيب، هل السهم ليه عائد؟ أيوة، في حالة إنه يكون من أسهم الشركات اللي بتوزع أرباح. لو الشركة قررت توزع أرباح هتاخد نصيبك حسب عدد الأسهم اللي معاك. مثلا شركة بتوزع 2 جنيه على السهم وانت معاك 10,000 سهم، يبقى العائد 20,000 جنيه. ولو سعر السهم كان 20 جنيه يبقى العائد هنا 10%. هنعتبر النقطة دي متساوية بين الاتنين في إنهم ليهم عائد، لكن طبعا العائد على الأسهم بيكون أعلى من العقار، عشان في نقطة مهمة وهي إن العقار بيكون ليه مصاريف، تراخيص، ضريبة، صيانة، فبيقل صافي العائد بتاعه. أما السهم عمولة شركة السمسرة بس، ودي بتكون نسبة صغيرة جدا، فهنا المصاريف في العقارات بتكون أعلى. وده ياخدنا للجزء اللي بعد كده. تفتكر إيه أسهل، تبيع شقة ولا تبيع سهم؟ أكيد السهم طبعا. في البورصة تقدر تبيع السهم في 5 دقايق من موبايلك، لكن العقار بياخد وقت، ممكن شهور، ومصاريف تسجيل وضرايب وسمسرة. يعني البورصة كده بتكسب في نقطة السيولة جدا. مش بس كده، انت ممكن تبيع نص الأسهم اللي معاك، ربعها، أو حتى 10% منها. إنما العقار لو عندك شقة مثلا أو محل، ما ينفعش تبيع جزء منه، وبرضه ما ينفعش تزوده. لو توفرت سيولة مثلا عاوز تزود 5% من الرقم اللي انت مستثمره، في البورصة تقدر تزود عدد الأسهم اللي معاك، إنما في العقار لأ. في حاجة هنا لازم نتكلم عنها وهي التكلفة المبدئية للبداية. يعني العقار مثلا كنا بنقول لو معاك 500,000 ممكن تبدأ بيهم في العقار. طيب لو 200,000 بس أو 50,000 أكيد ما ينفعش. إنما في البورصة الموضوع مختلف، أنت ممكن تبدأ برقم أقل من كده بكتير. حتى لو معاك 1000 جنيه تقدر تبدأ بيه، ودي نقطة قوة الأسهم البورصة عن العقارات. نيجي لنقطة المخاطرة. العقار آمن نسبيا لأنه أصل ثابت، لكن السوق ممكن يهدى شوية، إنما في المجمل هو استثمار آمن. الأسهم فيه مخاطرة أكتر، ممكن يعلى جدا وممكن برضو ينزل، وده لأن الأسهم فيها فرصة مكسب أعلى. واتكلمت قبل كده في فيديو إزاي ممكن تقلل المخاطرة دي، ممكن تشوفه. الخلاصة، خد فكرة عن الاستثمار في الأسهم كأنها عقارات، وقارن براحتك بينها وبين أسهم الشركات اللي بتوزع أرباح. اتكلمت عنه بالتفصيل في الفيديو ده، وخد قرارك، لأن في الآخر القرار ليك. لو بتحب الاستثمار في أصل ملموس وعائد ثابت وتقدر تتحمل مصاريف وبتحب شغل الإيجار، يبقى العقار استثمار مناسب ليك. لو بتدور على عائد أعلى وسيولة أسرع ومصاريف أقل ومستعد تتعلم شوية، جرب البورصة. وطبعا ممكن تعمل مزيج بين الاتنين،
توزع استثماراتك لو توفرت معاك السيولة الكافية. ده كان فيديو بسيط كده يوضح الفرق ما بين الاستثمار في العقارات وأسهم البورصة. لو عجبك الفيديو ده دوس لايك، ولو حابب النوع ده من المحتوى اعمل اشتراك في القناة، واكتب لي في الكومنتات هل شايف ان أسهم البورصة ممكن تكون بديل عن الاستثمار في العقارات؟